السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بين اقتصادي، مكونات قليلة ولكن كيجي بزاف لذيذ وسهل في التحضير ديالو. كما غادي تشوفوا معايا مكوناته بساط بزاف وقليلة، غير بيضة وحدة وثلاثة الكيسان ديال الدقيق، ما فيش الزبدة، وكاس ديال الحليب، وكيجي بزاف لذيذ مفشفش ومهوي وخاوي من الداخل ومقطن، كيجي بحال القطن من الداخل. غادي نبداو ان شاء الله في الطريقه والتحضير والمكونات. خديت واحد 3 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس وضعتهم في هذا الاناء بعد ما غربلتهم. ضعت عليهم معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين اي نوع عندكم، وحسب الجو ايضا، الا كان الجو بارد يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا. الا كان الجو سخون زدت عليه نص معلقه صغيره ديال الملحه، وهنايا عندي كاس ديال الحليب دافي. غادي نوضع عليه 3 المعالق ديال السكر و3 المعالق ديال الزيت كبار طبعا، وبيضه وحده. غادي نخلطهم هما باش غادي نجمع هاد 3 الكيسان ديال الدقيق. نتوما يمكن لكم ديروا هاد الطريقه كيف ما يمكن لكم توضعوا كل شيء على الدقيق وتجمعوا بالحليب، ماشي ضروري انكم ديروا هاد الطريقه. يمكن لكم تضيفوا المكونات كاملين، الزيت والسكر والبيض فوق الدقيق وتجمعوا بالحليب دافي، ولا على حسب الجو، الا كان الجو سخون يمكن لكم غير تجمعوا بالحليب بارد. غادي نطرب هاد المكونات حتى كينسجموا، وغادي نجمع بهم 3 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس، 3 الكيسان ممسوحين ماشي عامرين مقببين، ومعلقه ديال الخميره ديال العجين كما سبق لي وذكرت، ونص معلقه ولا 4 معالق ديال الملحه. غادي نخلطهم مزيان وغادي نجمع بهذا الخليط ديال البيض والحليب والسكر والزيت. هذا البيني الصراحه كيجي بزاف زوين، كيجي خاوي من الداخل ومقطن. بعد ما خلطت هاد المكونات حتى نسجموا، غادي نضيف واحد الخماره حمراء ديال الحلوى من وزن 7 غرام ولا 8 غرام. يمكن لكم تضيفوها، يمكن لكم تستغنوا عليها، ماشي ضروري. صافي، وغادي نجمع بهذا الخليط ديال الحليب مع البيض والزيت والسكر. المهم راه كيجي هو هذاك، الا كان القياسات مضبوطين يعني بالكاس، راه كيجي هذا الكاس ديال الحليب مع البيضه، مع بيضه وحده وثلاثه المعالق ديال الزيت وثلاثه ديال السكر، راه كيجمعوا لينا هاد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. ما كنحتاجوش نزيدو ولا نقصوا، يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا في الحليب على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. المهم انا بعد ما جمعت جاني القياس هو هذاك، ما احتاجيتش انني نزيد ولا نقص. صافي، غادي نجمع كما كتشوفوا معايا. كنحاول لانه شاده تليفون بيد اخر، راه غادي نضيف هذه الكميه وصافي غادي تجمع ليا العجينه. غادي نجمع انه شاده التليفون بيد. نتوما راه غادي تحكموا في العجينه، غادي تجمعوها بكل سهوله. هذا هو القوام ديالها. بعد ما جمعتها ما كتجيش قاصحه بزاف وما كتجيش رطبه بزاف كتلصق في اليدين. غادي نجمعها ونغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها حتى كتخمر، وعاد نسرحها ونقطعها على الشكل اللي بغيت. المهم بعد ما خمرات هنايا سرحتها، قطعتها كرات، قسمتها على 2 ديال الكرات. هنايا غادي نقطعها بهاد القطاعه ولا الغلاقه، اي حاجه عندكم دائريه ولا الشكل اللي بغيتو قطعوا به، ماشي ضروري تكون دائريه. انا خديت هاد القرعه غادي نقطع بها
وايضا الحجم يمكن لكم تقطعوا بما كبر من هذه كيف ما يمكن لكم تقطعوا اصغر من هذه. صافي غادي نقطعوهم وغادي نخليهم عاود يخمروا. غادي نغطي عليهم ونخليهم حتى كيخمروا. قد ما خمر كيجي زوين، هو ما تفوتش فيه الخميره ولكن يكون طالع كيجي خاوي من الوسط وما فيش ديك البابه اللي كتكونش معجنه. اللي كنستمر هكا حتى كنقطع كاع الدوائر. والصراحه هاد البيني راه كيجي بزاف لذيذ وبنين وخاوي من الداخل، كيجي رطب بزاف. وهم مكوناته بساط، ماشي شي مكونات اللي هي كتير بزاف، غير كميه قليله يمكن لكم تجربوه. وكنتمنى انكم تجربوه، واكيد الا جربتوه ان شاء الله غادي يعجبكم، انه كيستحق التجربه. عافيه كنستمر هكا حتى كنقطعو كامل. كما قلت لكم كنغطيه بعد ما نكملو، كنغطيه وكنخليه عاود يخمر باش هكا كيجينا مفشفش وخاوي من الداخل، ما كيجيناش معجن. اما الا طيبتوه قبل ما يخمر غادي يجيكم مدقس وشارب الزيت من الداخل. بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي نغطيهم يخمروا. بعد ما يخمروا غادي نبدا نطيب فيهم طبعا في الزيت. غادي ندير واحد الكميه ديال الزيت قياس الكافي، طبعا هو كيبغي شويه الزيت باش كيجي منفوخ. صافي بعد ما سخنت الزيت غادي نوضع واحد الكميه حتى كنطيبها وغادي نحيدهم ونوضع كميه اخرى. هنايا راه سحابني كنصور وبقيت شاده التليفون حتى لقيت راسي راني صورت غير ملي كنت كنوضعهم، اما فاش طابوا ولا كيطيبوا راني ما صورتش وانا راني شاده التليفون. عند بالي انني مخدمه الكاميرا وانا ما مخدماهاش. المهم غادي نوضع واحد الكميه حتى كطيب وغادي نحيدهم ونوضع كميه اخرى، لانه المقله ما غاديش تهز ليا كامل هاد الكميه كما غادي تشوفوا معايا. بعد ما طاب هذا هو الشكل النهائي ديالو. الصراحه كيجي بزاف زوين، كيجي مهوي من الداخل وما شاربش الزيت وخفيف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. صافي غادي نقدمه بهذا الطبق ولا هذا الصحن ديال التقديم. يمكن لكم تدردروا عليه السكر كلاصي، كيف ما يمكن لكم ايضا تحشيوه الشوكولات ديال الدهن. نتوما والاختيار ديالكم، كل واحد يزين على حسب الشكل اللي بغى. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وصلت النهايه ديال الفيديو، الى اللقاء.